اللي هو اطلاق الرصاص او ثانية واحدة. في حريق، في حريق وفي ضرب، في حريق. طيب في الميدان الآن هناك حريق في ميدان التحرير، يعني هذا الجري في الميدان بسبب انه من الواضح خيمة في خيمة اشتعلت، او في طبعا مكان الميدان فيه باع جائلين موقد من وفي انابيب بوتاجاز طبعا، آه. لانه الباعة الجائلين بيستخدموها، فهو يبدو ان واحدة منهم اشتعلت او انفجرت في الميدان، فحصل حالات هو اشتعال جري لسه مفيش في الميدان، ولكن الآن يحاولون إخماد النار كما ترون على الشاشة أو كما سننقلها إليكم الآن. نعم، نحن نراها الآن على الشاشة. المشكلة ان دي هواية، هواية المترو، المترو. هواية لا المترو. دي سهله، مش بطانيه ده واحد هيرميها عليها وخلاص. لكن بتشتعل، انت شايف بتشتعل ازاي كل ما بيحاولوا لا يرموا لا عليها؟ لا لا تقريبا عشان فعلا عشان دي الهواء هي بطانيتين هيترموا آه. عليها البطاطين وخلاص. الحمد لله ان ده ما حصلش فيهم زي امبارح مثلا. طيب امبارح طيب عايز انا هعود أستأذن اليك في- لاستكمال هذه النقطة استاذ محمد، ولكن عايز اذهب اليك أتدخل استاذ في طلعت هذه النقطة يا أستاذ بعض سادة. التعليقات. اتفضل. يعني شوفي حضرتك في الحكم، بالنسبة للجمهور العام في مصر، الحكم طرح سؤال ولم يقدم إجابة، وزي ما بيقولوا الأحكام عنوان الحقيقة، مش كده؟ طيب. المشكلة الآن هي من قتل الثوار في ميدان التحرير. من قتلهم؟ قدمنا اسماءهم فردا فردا. نعم، لمن أنا أقول تواجدوا إنه في الحكم الميدان. الآن لم يقدم إجابة للناس من الذي